من السلبيات ديال هذه القرارات التي تروج يعني عبر وسائل الاعلام انه ما بقاوش غادي الدراري دابا يتزوج، يعني ولات واحد الفكره اللي غادي يفكر في الزواج غادي يفكر في السجن، غادي يفكر في الطلاق، غادي يفكر في الصالير ديالو، غادي تقطع منه، غادي يفكر في الزوجه ديالو، غادي ليه الابناء ديالو، غادي يفكر ربما في البيت الزوجيه ديالو، غادي يتركوا للزوجه ديالو. الوغ الدمار حيد الصلاح وهارت الفساد، وماشي الفساد الطبيعي اللي كنا كنعرفوا شحال هادي. صافي راه رسموا لنا الالوان مثلي حتى الولاد عاود غادهم لينا نخافوا منه. دابا كيدير كاع الشباب بعدا، انا كاع صحابي ملي شافوا هاد المدونه وسمعوا هادشي مابقاوش باغيين يتزوجوا، كلشي راه من الزواج، علاش حنا غنبقاو نديروا هادشي؟ غادي يقوى الطلاق، غادي يقوى الفساد في البلاد، غادي يقوى بزاف د الحوايج، يوليو بنات صغار ولاو عندهم الحقوق انهم يمارسوا هادشي وهادشي، ولا كيخلع. يعني الحكومه كتشجع على هادشي، هادشي خطير. عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متتبعين ديالنا. اليوم ان شاء الله بغينا نديروا واحد البحث بسيط عباره عن فيديوهات واراء ديال مدونه الاسره. قبل ما نعطيو الراي ديالنا من طبيعه الحال يعني كرجل، حنا ما غاديش نجيو من جهه الرجل او المراه، وانما غادي ناخذوا الاراء ديال المغاربه خاصه بمدينه الجديده حول المشروع الجديد اللي بغاو نديروه في مدونه الاسره بالمغرب. نخليكم مع الاراء من طبيعه الحال ونعطيكم الراي ديالنا. السلام عليكم. بعدا خويا انا نكذب عليك، ما راضينش على هادشي اللي باغيين يديروا. يعني بحال هاد الناس هادو كيشجعوا على واحد العلاقه ردائيه غتكون في المجتمع ديالنا، وهذا الشيء ما عندناش في الدين ديالنا وحنا ما تقبلناهش. راه المجتمع راه كاين فيه المراه وفيه الراجل وكاين حتى الابناء. انا اللي ما تفهماتش ليا هو خرج هذاك الوزير وكيهضر، ويعني قال شي كلام ما كنظنش ان سيدنا يقدر يقول هذه الكلمه، بان هاد الشيء دار غير على قبل المراه وتشاصرنا مع جلاله الملك ووافق عليه. ما كنظنش، لان سيدنا كيعطي شي حاجه على الاسره اللي فيها الراجل وفيها المراه وفيها الوليدات. اما كنشوف واحد الناحيه اخرى، الوزير وكيهضر بواحد التلقائيه بحال اللي عاجبو الحال. عمرش جات شي حكومه وكرمت الراجل، ما داش شي حكومه كرمت الراجل. يعني حنا الراجل عندنا في المجتمع غير زيد، ما عندوش واحد القيمه في المجتمع. الناس ما بحال هذا المجتمع فيه غير المراه احنا ماشي ضدها، المراه راه امنا، راه ختنا، راه هي كل شيء المراه، فهمتيني؟ احنا ماشي ضد المراه، ولكن يكون داك الشيء على حق وطريقه، وماشي 20% تحيدها من الصالير ديالك تولي دوز لها ديريكت دوز لها هي. ايوا السيد ما كيشد حتى شي حاجه، اشنو يمشي تشد في الحبس على قبل حنا ما خلصاش في الشهر ولا شي حاجه. دونك كيشجعوهم على الطلاق. راه غادي يقوى الطلاق، ماشي غادي ينقصوا منه، غادي يقوى الطلاق، غادي يقوى الفساد في البلاد، غادي يقوى بزاف د الحوايج، يوليو بنات صغار ولاو عندهم الحقوق انهم يمارسوا هادشي وهادشي، ولا كيخلع. يعني الحكومه كتشجع على هادشي خطير، راه خطير هادشي، وغادي يصف فيها المجتمع اخي المالي. والله العظيم. شكرا خويا عثمان. مرحبا. شكرا خويا زين. خويا هاد مدونات الاسره هذا واش شفتو بنادم هادو ما باغيين حتى واحد يتزوج كاع، فهمتي؟ واش هاد القوانين داروا؟ واش واش نتبعوا هادشي ديال الاوروب؟ راه كان بحال هكا الشباب حتى واحد ما غيتزوج، يبقى عاطي على الفساد ويبقى عاطي غير للزهق. واش هادشي يدير بالزواج؟ وخصوصا انت كتعرف دابا كاين شي دريات دابا كيتزوجوا اصلا بحال المشروع، خاصها تتزوج هذاك الشهرين، هذاك البيريود ديال شهرين فين تطلق وتاخذ هذاك الصداق ديالها وتمشي تضربها بشي كليو ولا شي صالون تحلو وتبدا عاطيها الاحتراف، فهمتي؟ هادشي ما خدامش. يبقى بكري راه كان بنادم المراه اللي غتباش عند راجلها والدها كيجروا عليها سيري عند راجل، دابا غتدسروا الدريات وغترول القضيه، راه حاجه باينه هذه. والزواج الدراري الشباب اللي غيفكروا بحال هكا هما اصلا حاقدين، ما كاينش اللي غيتزوج كاع. كتقول لي الزواج كيوقع لي غير الزواج، انا خاصني يتزوج بيا. والصراحه ملي يسمعوا هادشي، ملي غيسمعوا هادشي ما غيبقى والو اخويا المهدر، ما غيبقى والو. غيبقى شي واحد غيتزوج يقول انا نتزوج ما بغيتش نجمع الشمال ونتقى الله وهادي ما نمشيش نسد، وتا انا ماشي تصبر لي، وتا انا ماشي دير لي شحال من حاجه زوينه، وفي الاخر غادي شنو غيولي؟ غيقول لك صافي ما بقيناش غنتزوجوا. وحاجه راه باينه هذه، راه حتى الملك دوا في داك الخطاب ديالو حيت عارف هادشي ما مسلكش. هادشي اللي كاين اخويا. السلام عليكم، معكم محمد خياطي من مدينه الجديده. بغينا نهضروا على هذا الموضوع اللي داير ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي ديال هذه المدونه الجديده، بغينا نشوفوا حنا علاش هاد البلاد كيمشيو ديما للحاجه الصعيبه، علاش ما يصايبوش الاساس يديروا علاش ما يدعموش الاسره، علاش نحيدوا حنا الطلاق من بعد نمشيو بعيد، حنا علاش نتسناو الطلاق؟ يديروا حلول للشباب، يوفروا لهم غير لي موين بعدا، غير داك الشيء الاساسي، واش فهمتي؟ يوفروا لهم غير الاساسي، تشجعك على الزواج، ماشي تعرفك. دابا كيديروا كاع الشباب بعدا، انا كاع صحابي ملي شافوا هاد المدونه وسمعوا هادشي مابقاوش باغيين يتزوجوا، كلشي راه من الزواج، علاش حنا غنبقاو نديروا هادشي؟ هذا يعني افساد المراه المغربيه. غيولي الفساد، غيكثر الفساد بزاف، وغيولوا المشاكل، والدوله غتروق، هذاك الشيء غيترون اخويا، غنبعدوا على الدين ديالنا،
غنبعدوا على بزاف ديال الحوايج. بحال دابا هاد المدونه اش كتقول لك المراه خاص تقدر تسافر دابا، تقدر تسافر تهز ولادها بلا الاذن ديال الراجل ديالها. هنا غنبعدوا على الشرع ديالنا وغنبعدوا على الدين ديالنا. غتقول لي 2024 راه بنادم تقدم، ما بقاش الوقت هو هذاك الوقت واش داكشي فهمتي. ولكن راه الدين واخا وصلت ل 2080 كيبقى الدين ديالنا فوق كل شيء. واخا نوصلوا ما عرفت شنو غنوصلوا كيبقى الدين ديالنا. واش فهمتي؟ ضد هذه المدونه. ضد مليون في المية ماشي. شكرا خويا العلاوي، تحياتي. شكرا تهلاو لي فراسك. المشروع الجديد اللي غديروا مدونه الاسره. المشروع جديد، انتاج ديال العقليه قديمه، ولكن المشروع كما قلت راه باقي جديد. هادشي راه عطاونا العنوان ديالو، مني رسموا لنا الالوان. حنا عرفناهم باللي هاد الناس ما بقاوش باغيين الناس تتزوج، ما بقاوش باغيين الامور تمشي على الطبيعه ديالها كما خلقها الله عز وجل. كل حاجه كتمشي على طبيعتها. واش فهمتيني؟ الاسباب راه كثيره، ولكن اللي غيجي راه اكثر من هادشي اللي كيقولوا هاد الناس. وبالخلاصه راه تدمير المجتمعات وتدمير العقول وتدمير التشيع غادي يتزوجوا من طبيعه. حي الصلاح وهارك الفساد، وماشي الفساد الطبيعي اللي كنا كنعرفوا شحال هادي. صافي رسموا لنا الالوان. الوان مثليه. شكرا خويا. حتى الولاد عاولا غنقول لنا نخافوا منه. واحد القضيه اخرى، حنا ماشي ضد المراه ولا عندنا خواتاتنا الام ديالنا راه مراه واش فهمتي، ماشي ضد المراه باش ما تاخذش الحق ديالها ولا باش ما تاخذش داك الشيء. بالعكس حنا غنبغيو لهم مصلحتهم، ولكن هادشي بزاف واش فهمتي. غنشوف راسنا غنوضوا المشاكل، غنبعدوا على الدين ديالنا. اول حاجه غنبعدوا على الدين ديالنا، غيولوا المشاكل. الراجل ما غيبقاش عنده قيمه في هذا المجتمع ديالنا. الراجل ما غتبقاش عنده القيمه، هما هادشي اللي بغاو، باغي الرجال ما تبقاش عندهم القيمه ديالهم. السلام عليكم خويا مهدي. بالنسبه لهذا المشروع هذا ما مشروع ما والو، حنا غير قابلين على هادشي غيصدر بحال بغاو يوصلوا لينا حنايا خويا مهدي. يعني بحال غيديروا بحال الفساد. اذا الراجل هاد الشباب اللي جايين طالعين ما عندهم لا مستقبل لا حتى حاجه اصلا، لكن لا فرص شغل لا عمل لا حتى حاجه. يعني المراه عاطينا هاد الحقوق، اش من حقوق اللي غيعطيو هاد المراه؟ واش غنقول لك اخويا مهدي، حسبنا الله ونعم الوكيل وصافي. بطبيعه الحال الاخوان غادي نعطيكم الراي ديالي الشخصي على هذا الموضوع المدونه ديال الاسره اللي غادي تطبق في المغرب. من طبيعه الحال انا كنستنكر يعني هذه الاراء وهذه الافكار وهذه القواعد اللي غادي تطبق، لان اولا الزواج هو واحد المرحله حساسه اللي كتوصل ليها يعني من الانثى والرجل. هنا من طبيعه الحال كما قال السيد الوزير دخل وقال لك هذه المدونه غادي تدخل بواحد التعديلات جديده لصالح المراه. واش بغيت نفهم انه واش الاسره كتكون فقط من المراه او تتكون من المراه والرجل. هنا خاصك تدخل وتعطي دعم للاسره كامله. الا بغيتوا تعطيو دعم الاخوان للاسره خاصكم تنوضوا تشجعوا هاد الناس اللي طالعين دابا على الزواج، ماشي تدخلوا وتفكروا في الطلاق قبل الزواج. اول سلبيات من السلبيات ديال هذه القرارات التي تروج يعني عبر وسائل الاعلام انه ما بقاوش غادي الدراري دابا يتزوج. يعني ولات واحد الفكره اللي غادي يفكر في الزواج غادي يفكر في السجن، غادي يفكر في الطلاق، غادي يفكر في الصالير ديالو، غادي تقطع منه، غادي يفكر في الزوجه ديالو، غادي دير الابناء ديالو، غادي يفكر ربما في البيت الزوجيه ديالو، غادي يتركوا الزوجه ديالو. الوغ الدمار اخوان. وهذه الفكره هذه لا راجت هاد الشباب ديالنا فاعلم انهم غادي يمشيو لعلاقات رضائيه محرمه اللي هي الفساد والفتنه. ولو وصلنا لهذا النيفو هذا الاخوان، واحد النهار غيدخل عليك بنتك او ولدك غادي يقول لك هذه راه صاحبتي، ولا قلتي ليه لا، او بنتك مثلا تجيب صاحبها حتى للدار الا قلتي ليه لا ولا خرج عليها تشويه غادي يجي المخزن وغيصيفطك للحبس. يو اندرستاند. هذا الشيء علاش الاخوان حنا ضد هذه الفكره، وحنا كنمشيو دائما مع الشريعه الاسلاميه فيما يرضي الله عز وجل. وشكرا لكم، ما نسوش رحنا مسلمين. ثانك يو سو ماتش جايز. السلام عليكم.